السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. النادي الاهلي كابتن طبعا فرحه مصر في كره القدم الحقيقه من خلال تواجده دائما في دوري ابطال وحصوله على البطوله دي اكتر فريق في قاره افريقيا، وبالتالي كان هيبقى صعب البطوله تكمل من غير وجود النادي الاهلي في المراحل القادمه. مبروك كابتن، اخد رايك في المباراه من وجهه نظرك. طيب الاول طبعا مبروك لجماهير مصر وخاصه جماهير النادي الاهلي. مبروك عوده الجماهير بعد المنظر الحضاري اللي احنا شفناه النهارده في الاستاد. ايه المانع بقى؟ 50,000 متفرج وخرجوا زي الفل ودخلوا زي الفل وحاجه، وهم السبب الرئيسي في فوز النادي الاهلي النهارده. خلي بالك النادي الاهلي من اسوأ ماتشات عملها، ولولا الجماهير هي اللي كل شويه تشجع وتصحصح اللعيبه ما كنتش وصلت للثلاث اهداف. فانا بقول الاهم كمان من المباراه طبعا بنقول هارد لك طبعا للفريق الشقيق للهلال السوداني، عملتوا اللي عليكم بس ما تلوموش الا نفسيكم. انتوا السبب في اللي حصل لكم النهارده، لان انت جاي تقف قدام القطر، انت كانت الفرصه عندك في ملعبك انت فرطت فيها، فانت دلوقتي جاي وعندك فرصتين والنادي الاهلي عنده فرصه واحده، فانت مش هتقدر تقف قدام النادي الاهلي بجماهيره استاد القاهره يا كابتن، استاد القاهره مرعب بالجماهير دي اللي موجوده فيه. وغير كده الحافز بقى، انت رجعت لي الامل. انا ضربه الجزاء ضاعت، انت خلاص اديتني حاجه تاني. بص، هو النادي الاهلي كده بنسبه 95% ياخد البطوله لو ما قابلش صن داونز. يبقى سهل اي فرقه هيقابلها هيكسبها بعد اللي حصل. ولو صن داونز يا كابتن لا صدقني، بص صدقني مش هنضحك. الاستعداد للماتش الثاني ما كانش يعني، انا بقول لك اهو انت شخصيا بعضمه لسانك قلت ايه ده الراجل كان راح يكسب لو كان عمل انا بقول لك لا طبعا، ما انت برضه هتكسب بس مش 5، انت كنت هتخسر. لا انا بقول لك لا، في اخطاء يا كابتن. لا يا كابتن رضا، في اخطاء دفاعيه موجوده في النادي الاهلي. اسمعني بس، ما كان هيكسب هنا لولا برضه انا قلت لك يعني ما تعملش من غير صن داونز الاهلي هي كام في المية؟ 95%. صح؟ تمام. صن داونز هيبقى انت بالظبط 15% وهم 85%. ليه؟ لان كعبه عالي عليك خلاص، مش هتقدر تغيرها. وجهه نظرك ليه؟ انا بقول لك دلوقتي مع كل الاحترام بقى لكل الفرق اللي موجوده في دوري الابطال، اي فرقه النادي الاهلي هيلاعبها حلوه وحشه قويه مش قويه الاهلي هيعديها. تمام. الا صن داونز. دي وجهه نظري. واخد بال حضرتك؟ تمام. دي حاجه، تاني حاجه خلينا في مباراه النهارده. فانت الهلال ما تلومش الا نفسك، انت فرطت اغلى مباراه كانت في التاريخ بالنسبه لك. كنت هتيجي النهارده تحصيل حاصل، وكنت هتيجي بقى تتفسح النهارده وتروح الاهرامات وتنزل النيل اللي عندنا عندكم وما فيش اي مشكله يعني ربنا بيحب الاهلي وجمهوره يا كابتن. ما احنا بنقول لك بقى انت ما تلومش الا نفسك، انت حطيت نفسك قدام القطر بحته ضياع ضربه الجزاء دي. ما تفكرش ان انت تيجي تكسب الاهلي هنا في وسط جماهيره. ما قروش التاريخ يا كابتن من خلال تصريحاتهم. سيبك يقروا التاريخ ما قروش التاريخ. انت كل العوامل بتصب في مصلحه النادي على ارضه اخر ماتش وماتش فايصل. لا وبعدين اقول لك على حاجه، هو انت تتخيل مثلا ان انت تيجي تتعادل معانا او ان انت تيجي تكسبنا وما كانش هو كان عنده فرص كتير. تعادل او يخسر 2-1 او يخسر 3-2. بغض النظر يا انت فاهم، بغض النظر انا بكلمك على ان انت فرطت فيها هناك. خلاص انسى. انا 1-0 النادي الاهلي يوصل، 2-0 النادي الاهلي يوصل، 3-1 النادي الاهلي يوصل، فانت الاهلي مش هيفرط فيها. صح. لان لو فرط فيها كل ده يمشي. مجلس اداره مع لعيبه مع بقى جهاز فني كله بقى، انت فاهمني؟ لان ده جت من عند ربنا. يعني جت من عند ربنا، وربنا اداك نعمه والجمهور كان موجود كمان بيساندك. لا اداك نعمه ما تفرطش فيها بقى. وبعدين ده ماتش على ملعبك، انت عارف امتى بقى تقلق؟ لو كان الماتش الثاني هناك في السودان. صحيح. طبعا هتلعب في الوقت اللي هو بالنهار اللي هو الظهر ده بس احنا برضه في رمضان ما تعرفش كانوا هم يفكروا ازاي صيام. لا هيلعبوك كده. ما بص، ما دلوقتي يعني انا هيبقى في صالحي ان العبك في الوقت ده، لان انت تبقى متضايق منه. مش انا، هم اللعيبه. ايوه لعيبه الاهلي برضه مش متعود عليه. دي ميزه، انا واخد على الجو واخد على الطقس واخد على الملعب واخد على وبعدين ما فيش جماهير، انت فاهمني؟ فكل الحاجات دي كانت هتصب في مصلحه الهلال لو الماتش الثاني هناك. انما انت خلاص بقى انت فرطت فيها هناك، ما تلومش الا نفسك. فانا بقول لك انا النهارده مبسوط كل الانبساط، مش عشان الاهلي كمان كسب، لا ده عشان 50,000 متفرج كانوا في الاستاد. طب احنا
بعد كده هل هنشوف بقى الاستاد مليان في كل ماتشات بقى، سواء منتخب مصر، اهلي، زمالك، بيراميدز؟ هل هنشوف الكلام ده ولا هي دي بس؟ تمام. لا هو طبعا تجربه حلوه جدا بس ونجحت بشكل يعني رائع واستفدنا منها. بعد ما احنا عندنا التنظيم كويس وكيفيه، يعني الحقيقه انا صفحه النادي الاهلي او النادي الاهلي من خلال طبعا تنظيمه ان كان في اتوبيسات موجوده بتوصل الجماهير في مداخل معينه، وابتدوا يعملوا ينشروا الموضوع على السوشيال ميديا ان في اماكن بتخش لها من اي طريق، حاجات كتير. التنظيم مهم يا كابتن برضه. وربنا لو ما في حتى اتوبيسات والجماهير هتاخدها مشي من العباسيه لغايه الاستاد، ما عندهاش مشكله، ما عندهمش مشكله طبعا، بس المهم ان هم يحضروا بالكثافه دي. صح. طيب كابتن ابو دهب، اخد رايك في المباراه بشكل عام عشان بعد كده نخش في الامور الفنيه. لا، في المباريات اللي زي دي يا فاروق يعني طبعا مبروك للنادي الاهلي. طبعا المهم الفوز زي ما احنا اتكلمنا. يمكن النادي الاهلي كان ممكن مباراه صن داونز والهلال في السودان كانت النادي الاهلي بره، لكن احنا قلنا الاهلي الامل رجع له تاني بشكل كويس جدا. والنادي الاهلي زي ما انت قلت واتفضلت والكابتن رضا ان انت ما بتفرطش حتى لو عندك فرصه 1%، ودي اللي حصل من لعيبه النادي الاهلي شفناها النهارده. المنظر كان حلو. كانش عندك شك يا كابتن؟ لا ما كانش. لا انا كنت متاكد ان انت هتكسب. مع احترام انت النهارده بتلاعب فرقه زي الهلال 50,000 هم رايحين يا باشا. ما هم متاكدين ان شاء الله الاهلي هيكسب. خلي بالك كمان انت كنت بتشفق على بعض لعيبه النادي الاهلي يا فاروق، ما لعبوش قدام الجماهير بالكم ده. النهارده كان في لعيبه قلقانه، في لعيبه خايفه ان انت فرقه الهلال فرقه شقيقه وفي احترام في الملعب واداء كويس جدا. لكن انت لما نيجي للاداء هنتكلم بشكل مستفيض يعني. لكن انت بتتكلم على المنظر في استاد القاهره جميل، ان انت بتحس ان انت بتتفرج على كره قدم بجد. احنا نقدر ننظم زي ما قال الكابتن رضا وحضرتك اتفضلت تقول ان انت تقدر تنظم وتقدر تدخل الجماهير، والجماهير كان النهارده ملتزمه، لان انت برضو في البدايه او في النهايه انت بتلعب فريق شقيق زي الهلال السوداني. فانت همك كله ان انت تكسب وتوصل للادوار اللي قبل كده. وانا قلت لك قبل كده يا فاروق النادي الاهلي ما بيفرطش، لان انت لو كسبت المباراه دي البطوله رجعت لك تاني. وده اللي احنا بنتكلم. هتلاعب فرقه قويه في الدور قبل النهائي، لكن انت برضو انت بتتحسب انت النادي الاهلي، ما انتش هتبقى خايف من حد. اكيد الغلطات اللي حصلت او الاخطاء اللي حصلت ومش هتتكرر سواء في صن داونز او مع الرجاء او مع الترجي، لا هم اللي المفروض يخافوا منك، هم اللي المفروض يعملوا لك حساب، لان انت بتعرف تلعب في الادوار النهائيه وبتلعبها بشكل كويس جدا. النهارده الاداء مش احسن حاجه. مشكله الاهلي كابتن ابو المجموعات، لكن الادوار الاقصائيه بيبقى فيها استراتيجيه مختلفه. خلي بالك ما انت الماتشات دي ما بتقبلش اسمع اتنين، انت المفروض بتكسب على ملعبك وبتعمل نتيجه جيده بره ملعبك، لكن انت في النهايه انت النادي الاهلي بتلعب على البطوله وده عينك على البطوله. لكن النهارده شفنا الاداء مش احسن حاجه، لكن انت المهم في الماتشات دي الثلاثه بونت ان انا اكسب واعدي للادوار اللي جايه. ولكل حدث حديث ان انت ممكن في الماتشات اللي جايه تقدر تنظم اوراقك، تعرف انت عندك مين، وعندك لعيبه كتير جدا. وانا يمكن انا قلت كولر عنده لعيبه كتير جدا يا فاروق. حتى التغييرات اللي حصلت النهارده يمكن كولر في الشوط الثاني قعد توازن الاهلي بالتغييرات اللي حصلت. النهارده احنا كنا قاعدين بنتكلم كان احمد عبد القادر بعيد عن مستواه بشكل جيد. هتكلم مع حضرتك كابتن، لكن طبعا مبروك للنادي الاهلي. طيب اسمحوا لي نطلع لفاصل، نرجع كابتن رضا كابتن ابو الدهب نتكلم بقى عن تشكيله النادي الاهلي. وهل كان رايك انه في مفاجآت؟ يعني النهارده بنشوف ديانج قاعد على الدكه، ديانج الوحش اللي وسط الملعب قاعد. في امور ممكن تكون اختلفت بالنسبه للراجل من خلال رؤيته للتدريبات، من خلال رؤيته للماتش اللي فات، فبالتالي بيختار الانسب في مباراه زي كده. هاخد راي كباتن مصر بعد الفاصل ان شاء الله في تشكيله النادي الاهلي. رايك في تشكيل النهارده؟ هل كان في توقع ليك مختلف انه يلعب بحد غير اللعيبه اللي موجوده في التشكيله الاساسيه؟ طيب اقول لك معاك التشكيل. هو بس واحد بس. هو مكان قفشه كان يلعب حسين الشحات من البدايه. انت كده 4-2-3-1 استغنيت عنها؟ لا ما بيرسي طور اللي هيخش مكان قفشه مش قوي زي قفشه كابتن. لا يعني السنس بتاع المركز ده قفشه هو الوحيد اللي تقريبا في المركز ده في النادي الاهلي. قفشه مش فايق. انا شايف دلوقتي اخر 3 ماتشات تحديدا بيرسي طور في حته ثانيه. هو اللي بيصنع الاهداف. خلي بالك الماتش اللي فات عامل جونين لكهربا، الماتش بتاع النهارده عامل الجون لحسين الشحات، واخد بالك. ماتش صن داونز هو اللي عامل الخطوره كلها لغايه ما جاب الجول. صحيح، واخد بالك. فاذا الموضوع كله حتى كمان في ماتش صن داونز الضغط اللي عمله هو كان رقم 1 صح. اما ضغط وقطع الكوره وجاب في رجل القدوسي حطها لشريف وجاب. فاذا انت ما بتروحش الجون الا عن طريق الراجل ده، فاديله الحته دي، لعبه في الحته دي وسيبه فري. خلي بالك هو لما انت برضه بتلعبه ناحيه اليمين فانت بتكتفه، لان يعني في المكان بتاع بيرسي تاو الافضل ليه انه يلعب في المكان بتاع قفشه عن ما يكون في الطرف كده، عن ما يكون في الطرف، لان هو اصلا كان بيعرف يجيب جون ويعمل جون. بس هو كابتن بيروح قاطم لجوه كده، سبب خطوره هايله. وبعدين هو دريبلينج كويس، بيعرف يمسك الكوره، بيعرف يباصي. معاك في كل الكلام ده، بس انا بقى كمان لما ابقى تحت الفرود انا راس حربه اللي هو اللي بيقولوا عليه المخفي، تمام، اللي بيجي من غير مراقبه. اولا هو الوحيد اللي مش هيتمسك. ليه؟ لان الاثنين ديفندرات هيلعبوا الاثنين ديفندرات اللي قدامهم، ده بياخد في ظهر الاثنين ديفندرات، تمام، فبيبقى بين الديفندرات والسيرد باكات، فهو الوحيد اللي عنده بيبقى افضليه. في ميزه كمان، قفشه مع كل احترام ما بيرقصش، بيروح وبياخد الكره ويعدي من 1 و2، ده عنده الملكه دي.
ليه ما استفادش منها؟ ده يجيب لي ضربات جزاء بالله، بيجيب لي فاولات على ال 18 سريع بالله. يعني دربلينج بالكوره كويس جدا واخد بالك. وفي نفس الوقت زي ما النهارده قطم، لقى حد اتحرك له حطها له وراح انفراد. ما لقاش حد هيقطب هو ويروح، يا ياخد فاول يا ياخد ضربه جزاء، يا اما الناس هتسيبه يروح. تمام. يعني دي التغييره الوحيده اللي انت كنت عايزها تبقى من البدايه. من البدايه ليه؟ آه. لانك كانت هتبقى خطورتك اكتر من كده، لانك انت اصلا ده ماتش على ملعب النادي الاهلي ما كانش عنده خطوره في البدايه من وجهه ده نظرك خالص. هي كل المحاولات كانت بتيجي الكوره زي ما انت قلت في المقدمه بتاعتك، بتحب كهربا تربط في المدافع وترجع لكهربا، تتعمل بالعرض، المدافع يجي يطلعها تقلش تروح لكهربا. مش ده اللي حصل؟ في 3 كور ده قبل الهدف. هو ده اللي انت واخدهم للجون، هم دول اللي انت الخطوره بتوع الشوط الاولاني. احلى ما في الشوط الاولاني الهدف اللي جه بتاع كهربا، جميل جدا واخد بالك. انما الشوط الاولاني كله لا، انتوا الاثنين مفيش اختلاف. انت مستحوذ شويه بس في نص الملعب، مفيش خطوره على حارس المرمى ولا ديفنس الهلال، مع ان انا شايف ان ديفنس الهلال النهارده الاثنين اللي بيلعبوا في القلب، يمكن انا كنت بشيد بالراجل اللي هو مش عارف كان 38 ولا كام، اللي هو السنغالي واخد بالك. عثمان ضيوف كده، عثمان ضيوف النهارده ما شفتوش خالص، ما حسيتش بيه خالص واخد بالك. لو كان النادي الاهلي ضغط شويه سواء من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال او من العمق، اعتقد ان كان هدف اكتر من كده. بس تحس ان لعيبته احمد عبد القادر، انا النهارده انا شايف من وجهه نظري احمد عبد القادر النهارده هو رقم 2 نجم المباراه بعد بيرسي تاو الشوط الاول. ده مش في حالته. لا مش في حالته، بس هقول لك ليه. الارض لو انت خدت بالك مزحلقه جدا فيها، فهو من النوعيه اللي هو بياخد الكره ويجري بيها، فكل ما يجي يجري بيها تحس ان الكره بتسبق بتسرع. طب انا لعيب كوره زي الكابتن، طبعا انت فكرك التدريبي ممكن يكون اشتغل، لكن احمد هو لعيب كويس طبعا، وانا قلت لو فايق ده بيكسب النادي الاهلي. هو قرار رقم 1 ان هو يرقص، مش قرار رقم 1 انه يرقص فيدي اللعيب، يعني يرقص ويروح على مش الجول. بتاعته هو خلاص، ده هو انت جايبه من سموحه او هو لما احترف او بس خلي بالك هو اللي عمل الجول الاولاني. ماشي. ما هو اللي عامل الجول بعد ما عمل كده وحطها الكهرباء واخد بالك، هو السبب، بس هو وجوده عامل لك قلق. شوف هي الكوره بتتقطع منه كتير طبعا بيعملوا حساب، بس هو ايه بقى عنده الحاجه اللي اسمها ايه، برود اعصاب. برضه الكوره بتتعمل بس عندي اصرار ان انا هاخدها وارقص. يعني هو دخل كام مره في 18 لو اتعملت بالعرض مظبوط، حتى في واحده وقف ما اتحركوش فيها كهربا كويس، لو اتحرك له كهربا كويس اللي هي حاطه له كان نغازه كهربا في الجون جول. تمام. طيب مروان عطيه كابتن، كنت شايف تشكيله يبتدي على ديانج؟ لا انا استغربت كمان، بس هقول لك حاجه يعني انا استغربت ان حمدي فتحي جاي المنتخب وكان لاعب اخر وعلى حمدي فتحي برضه واخد بالك فلازم كان يبدا. يعني انا صور ديانج كمان عشان جاي من المنتخب بتاعه. لا انا ماليش دعوه بديانج، انا بتكلم عموما. يعني انت ما تبداش بالسوليه وابدا مثلا بحمدي فتحي جنب مروان عطيه، لان الاثنين دولت اجهز من السوليه خلي بالك. بس تحس كده ان السوليه النهارده حلو، مش في حالته، وهو على فكره بقاله فتره مش في حالته. فانت المفروض ده جاي لعيب من المنتخب مع لعيب بدا يقول اللي هو مروان عطيه سواء في المنتخب او هنا في النادي الاهلي، والراجل مقتنع بيه، خلاص حط حمدي فتحي. كنت استحوذت احسن من كده، كانت هتبقى جماهيريتك اكتر من كده. كنت مع كمان حسين الشحات، لا كان الاهلي راح في حته ثانيه. طيب التغييرات عشان برضه نروح لكابتن ابو الدهب عشان وقتنا صغير، بس احنا بناخد ساعه في رمضان. التغييرات شايفها كانت ليها عامل ايجابي في الجولين اللي جم بعد كده؟ رايك في التغييرات؟ هو انا قلت لك حسين الشحات ما يقعدش، ما مين اللي نزل وعمل الفارق؟ حسين الشحات. فيبقى كده التغييرات مثمره. تمام. والتغييرات بتقول للراجل ان الراجل ده ما يقعدش. خلي بالك حلاوه النادي الاهلي في الشويه اللي لعبهم حسين الشحات ان نازل مركز وفي توفيق كبير وهو لعيب كويس. تمام. كابتن ابو الدهب اخد برضه رايك في التشكيله. كابتن رضا قال ان كان شايف ان في تغييرتين كده يبقوا موجودين من البدايه، كان فرق مع النادي الاهلي في ان هو يخش الجيم من بدري اكتر. لا هو انت يحسب لكولر يا فاروق، انت ثبات التشكيل. يمكن احنا التشكيل ده شفناه في ماتش القطن وقدرت تكسب بنفس التشكيل بمروان عطيه والسوليه واحمد عبد القادر. لكن انت النهارده في لعيبه واحنا قاعدين، لا في لعيبه كان بعيد عن حالتها او مش في حالتها الطبيعيه، او ان انت النهارده احمد عبد القادر شفناه لا هو زي ما الكابتن ان انت نجم ومتالق، لكن انت فعلا انت مصمم ان انت ترقص ومش ماشي معاك، وكمان ما بيرفعش وشه يا فاروق، ان انت بترقص وعينك في الارض. المفروض في اوقات اللعيب كوره لما يبقى تبقاش ماشيه معاه يلعب السهل، يتحرك يلعب من لمسه واحده او يلعب الطويله على كهربا، لكن ده ما شفناهوش. زي ما اتكلمت، لا انا كنت اتمنى النادي الاهلي يلعب ضرب، يلعب 2 راسين حربه زي ما قلنا ان احنا معاندين، لا يبقى حسين الشحات موجود، بيرسي تاو في الحته اللي قدام مع كهربا، ان انت تبقى عندك زحمه وعندك كثافه هجوميه في الحته ديت، ان انت تقدر تعمل خلخله في دفاع الهلال. ده كنت اتمنى ان احنا نشوف. النادي الاهلي ما استغلش كمان الاجنبي يا فاروق، ان انت كان عندك النهارده محمد هاني مع بيرسي تاو وعلي معلول واحمد عبد القادر، ما كانش فيه دفاع، ما استغلناش بشكل كويس جدا. انا شايف ان النهارده قفشه ما كانش ليه اي دور،
مش عاوزين نقصوا عليه، ممكن يكون المباراه فيها هو طالع زعلان على فكره. ما هو طبعا زعلان. وقت التغيير هو يعني وش قفشه كان باين ان هو زعلان. لا هو حاسس ما كانش ليه دور النهارده، لكن النهارده الاداء بشكل جيد. لكن الشوط الثاني ملوش دور بمعنى ايه يا كابتن؟ اصلا ملوش دور، الراجل مش مديله ادوار جوه الملعب، لا هو اللعيب موجود بس ماشي، ما كانش في حالته يعني. لا مش في حالته، بس لازم يطلع. انت النهارده ما انت لما غيرت يا فاروق الدنيا اتغيرت. صح. لما نزل حسين الشحات قلب المباراه وقدر يجيب جول. ما انا قلت لك ان كولر لما غير ابتدى اعاده توازن تاني للنادي الاهلي، وده اللي شفناه في الشوط الثاني. ان انت النهارده بقى في شكل ايجابي، بقى بتروح للجول، حسين الشحات بيتحرك بشكل كويس جدا، بشكل كويس. ابتدى بيرسي تاو ياخد حريته ويتحرك بشكل كويس. النهارده انا بشيل بالدفاع عشان تبقى عارف. النهارده ممكن احنا اتكلمنا على محمد عبد المنعم كتير طبعا جدا. ده مكانك لا انت شايف حاجه لا النهارده ما هو ده اللي احنا بنقوله، ان انت بتبقى في النادي الاهلي بيهاجم دايما، لازم الاثنين اللي هم القلبين بتوع الدفاع يكونوا مركزين بشكل كويس جدا. اعتقد ان رامي ربيعه النهارده يعتبر من نجوم المباراه. في لعيبه بتفهم الدرس او بتاع انت قلت لي الدرس. كلمه غريبه واحنا بنتفرج على الماتش، ليه ابتدى برامي ربيعه النهارده من وجهه نظرك؟ لا ممكن تكون يعني على حساب ياسر ممكن مثلا. في خبرات. ما النهارده رامي ربيعه برضه بقى له فتره في النادي الاهلي، بيتعود على الجماهير، متربي في النادي الاهلي، اكيد الخبرات عنده بيواجه بشكل كويس جدا. ودي وجهه نظر المدير الفني يا فاروق، ان هو عارف حاله اللعيبه اللي موجوده ده عنده. مؤشر يقول لك، لان في كلام كتير ان رامي ربيعه كان اخر لا وهو النهارده رامي ربيعه زي ما نقدناه وقلنا عليه مؤشر إن هو هيكمل يعني. لا مؤشر انه يكمل، وبيثبت انه لا كان جدير بوجوده في النادي الاهلي. النهارده حتى شفنا خالد عبد الفتاح بيأدي بشكل جيد بعد 3-4 دقائق اللي نزل فيهم. مروان عطيه بيلعب السهل، وده اللي شفناه. في حاجات كتير جدا النهارده. لا كان حمدي فتحي يمكن الراجل كان عامل حاجه سيناريو ان هو عاوز يلعب باللعيبه اللي عندها مهارات ان هي بتمسك الكوره ويقدر يامن بعد ما يجيب الجون، يقدر يامن ويامن في نص الملعب. يمكن في اوقات كتير جدا نص الملعب كان متاخد من النادي الاهلي، ان انت ما حدش بيضغط زي سوليه ولا مروان عطيه او قفشه، هتلاقي فيهم بعيد عن بعض. لكن انت النهارده شفنا الاداء، لا الاداء مش احسن حاجه. لكن انا بقول لك للمره الثانيه المهم الفوز، والفوز ان انت فرحت بيه جماهير النادي الاهلي ولعبتنا. تمام. طب اسمح لي خليني اخد معاك الثلاث اهداف انت وكابتن ابو الدهب ونحللهم كده او نتكلم عليهم بشكل رائع، لان الصراحه الثلاثه احلى من بعض. بدايه من هدف كهربا اللي يمكن كان جت بتمريره واستلامه رائعه، برضه هم عندهم قصور حقيقي واحنا استغليناها من خلال وجود كهربا ومهاراته. يا كابتن رضا دور حضرتك. بص هي دي مهاره فرديه تحسب لكهربا طبعا. ان هو يعني حط رجله دي بتحسسك لو انت رجعت شويه بجوان الخطيب. يعني فيها ريحه من جوان اللي هو استلم طلع الراجل في حته وبعد كده ما شاطش ما اتغشمش وحط مثلا اي واحد ممكن يفكر ان هو شوط. انما لما طبت قدامه ولقى الجون خارج فقلت لك فيها ريحه من جوان الكابتن محمود الخطيب يعني. فهذا طبعا في حل فردي بحت. بس الباص نفسه من البدايه برضه والتحرك زفت. ايه؟ زفت. اسمع الكلام هو الحياه. على فكره يا كابتن هي الباص انت بتعدي بيه خط، انت عديت ب3 4 لعيبه. انت يعني عديت الباص ده ب4 لعيبه. اللمسه اللي هي طلعت الراجل بره الكلام ده كله بتاعت مين؟ هو عمل له الباص صح، وانا بقول لك ده يحسب لاحمد عبد القادر. على فكره قبلها كهربا عمال يقول له العب خلي بالك. لا هو بيرفع من روحه عشان كل كوره بتتقطع وعايز يعدي هتطول يخش في الزحمه واخد بالك. فطبعا الهدف ده لما جه ادى لاحمد شويه ثقه. تمام. وبعد كده طبعا تشوف بقى الهدف الثاني هتكلم. لا الكلام بس كابتن ابو الدهب اديني رايه في الهدف ده. لا الهدف ده مهاره فرديه يا فاروق. لا كمان لان كمان خلي بالك انت لا ما حدش ضاغط عليه. ان كمان كهربا بص كام واحد اصلا كابتن. لا الاستلام ده طلع السردباك بتاع الهلال بره وحطها بشكل استغل خبراته كلها انه يحط الكره دي جول. بس هو سردباك كتر يعني ما انا بقول لك. لكن انت النهارده لما يكون عندك لعيب زي كهربا بالتحركات بالخبرات اللي عنده واللعيب بيتالق وكل مباراه بينزل فيها بيجيب جول، انا اتمنى يا فاروق مسلسل الغرامه ده ينتهي بقى الفتره الجايه بحيث ان كهربا يركز النهارده لو بشكل كبير جدا. اتمنى ان المسلسل ده يخلص عشان بقى فيلم هندي. اتمنى يخلص عشان ايه؟ ما بلاش ان هو يديه. لا يعني انت لا والله لا عشان يجيب اهداف كده. ما هو لا هل النهارده كهربا خايف وبيتالق عشان الغرامه تدفع له؟ بعد ما تدفع له الغرامه مش لا ما اعتقدش يا كابتن. النهارده انتوا عارفين ان 8 ابريل هي المهله يعني اخر له في المهله بتاعت كهربا. ايوه ماشي. خلي بالك انت كمان هو لعيب كويس النهارده بيجيب اهداف، هو عنده خبرات بيعرف يجيب جول، هو الوحيد اللي بيتحرك بشكل كويس. وانت قلت في البدايه يا فاروق ان الكره بتحبه بتوصل له، هو ما بيفكرش مرتين يعني انت الراجل ما بيفكرش مرتين، هي بيستلم وعارف هو بعد الاستلام. لا وبعدين هو عنده ميزه الكره بتتقطع من فرقه الديفنس بتاع اللي بتروح له. الراجل بيستلم الكره تخبط في رجل كهربا وتلاقيها قدامه اللي هي الشوطه. لا وبعدين عنده ميزه كمان يا كابتن ان هو عايز يجيب جول. يعني انت لعيب الكوره انت فاروق يحسها اكتر مننا انه كان بيلعب في الحته دي. كل شغل الشاغل كراس حربه انه يجيب جول، وده اللي بيعمله كهربا. لكن انا بقول لك انا بتمنى ادفع بقى الغرامه خلينا نخلص عشان الجول الحلو اللي انت كنت بتتكلم عليه. طب ليه ما يدفعهاش؟ لو دفعتها مش هيجيب جول. طب ما هيتوقف. لا ما انت خليه كده تحت ضغط
قصده ان في لعيبه بتلعب تحت طب الضغط. ما هو النادي، ما هو اللي عاوزين الغرامه مش ساكتين. ما هو كابتن خلي بالك لغايه يوم 8 ما لازم تدافع. يوم 8 لا ده انت كده كهربا ممكن يعني ما يلعبش معاك الدور الجاي، دور الثمانيه بس. طيب ده الهدف الثاني، الهدف كنت بتتكلم عليه كابتن بتاع بيرسي تاو، الجول الحلو برضه بيرسي تاو. تحرك حسين الشحات مع المهاره بتاعت بيرسي تاو. بص هو طبعا في كيمياء بين حسين الشحات وبيرسي تاو، يعني في التوقيت اللي بيرسي تاو قطم لجوه ودخل ورقص وعمل كده يا دوبك رفع عينه. على فكره هو عملها الشوط الاولاني الكهرباء، نفس الكره كده عملها الكهرباء لطشها بالشمال ومشيت من جنب القائم، واخد بالك. بس دي حسين بقى اتحرك صح، اتضرب الثلاثه اللي هم الثلاثه المدافعين بقوا عاملين ازاي؟ والرابع كمان اللي واقف هناك ده، واخد بالك. المفروض بس هي هم خلاص اتضربوا لان فكروا ان بيرسي تاو هيشوط، فعاملين ما فكروش ان هو هيعمل الاسيست اللي هو ايه بالراحه كده لحسين. وطبعا حسين يعني ما استعملش المهاره زي هو استعمل، بس ان هو يحطها في بطن رجله بعيده عن رجل حارس المرمى. صحيح. هو حتى لو كان باص الناحيه الثانيه كان ممكن يباصيها. لا هيباصي ايه؟ بص لا انا قصدي بص كابتن مش هباصي يعني ضمان. بص لازم اخرج من احزاني يعني. لازم خلي بالك يا كابتن، اي حد غير بيرسي تاو يا فاروق هيشوف. لا ما عملها كذا مره، هو عملها كده بس الشوط الاولاني عملها الكهرباء، واخد بالك. وكهرباء اللي هو برضه عمل نفسه انه يشوط. لا انا قصدي على بيرسي تاو يا كابتن، لو حد مكانه في الحته دي هيقول لك اشوط في البعيد. هو بيرسي تاو الشوط الاولاني او العب، ما انا بقول لك، لكن تحرك حسين الشحات ساعده كتير جدا انه يحطها. هو بص بيرسي تاو بيشوط لما ما حدش يتحرك تمام يبدا يحط، انما لما الشوط الاولاني كهرباء اتحرك له. لا بس واضح يا كابتن كمان حسين الشحات نازل فايق يا فاروق، انه بيتحرك كويس جدا. يمكن يعني هو حسين امكانياته هايله طبعا. لا ما انا بقول لك هو نازل الشوط الثاني فايق ونازل عارف هو بيعمل ايه. ما هو ده سبب من اسباب خسارتك في ماتش الريال. خروجه كان سبب تحول كبير قوي بعد ما انت كنت راكب جيم وانت الاخطر وانت الاقرب، واخد بالك. فجاه كده الراجل عمل. بس خلي بالك في نقطه يا كابتن مهمه، ودي يمكن احنا بنقولها في النادي الاهلي، ثبات التشكيل مهم جدا عشان الناس اللي بتتكلم. ما تسيبك من الكلام ده يا كابتن، بكلمك بناقش يا عم. لا سيبك بص النادي الاهلي ونادي الزمالك، اسمعني بس. ماشي، بس في لعيبه يا كابتن بتاعت ماتشات مهمه زي الماتشات ديت. النهارده انت اتفرجت، انا اقول لك حاجه. لا انا بس انا على فكره والله العظيم ثلاثه انا بكلمك كوره، انا بكلمك كوره، انا بتناقش معاك، انا بكلمك كوره. الماتش بتاع القطن رغم ضعف لا سيبك من القطن، لا في ماتش زي النهارده تمام. حمدي فتحي كان من منتخب مصر تمام، وجاي راكب ولاعب وتمام التمام، اوكي، يلعب عليه السوليه؟ لا انت بتتكلم كوره اهو بقى. انا بقول لك ما في حاجات في التشكيل، بس عايز اقول لك على حاجه. ما تقولش ثبات تشكيل. لا يا كابتن، ما هو اللي انا بكسبه بلعبه يا عم. مش الكلام ده لما تلعب مثلا، مع كل احترام لغزل المحله، لان هم عندهم 11 لعيب 12 لعيب، تلعب مثلا طلائع الجيش الفرق دي، انما انت النادي الاهلي والزمالك ما فيش حاجه اسمها ثبات تشكيل. انت لو بتلعب بفرودين النهارده لا هتكسب 3 عندك قوام، عندك قوام معين لازم تبتدي بيه ويبتدي يتغير واحد او اثنين او ثلاثه. ده اللي قصده كابتن. انا عندي في كل مكان 3 و4. جميل، واخد بالك. جميل. يعني انت مثلا في ناس عايزه تشوف النهارده الكندوز، في ناس عايزه تشوف أيوة. لا مش الناس، هو اللي بيحس. عشان كده مثلا النهارده لما بيجي يقول على احمد عبد القادر ان هو لما خرج كان خارج زعلان، قال لك انا دوري كمدرب انا اللي بقول مين يطلع ومين يكمل، عشان انا عندي ادوار. وبالتالي نفسه لا انا بتكلم عامه في التشكيل، مش الناس هي عايزه ايه، هو بيفكر وشايف ايه جوه الملعب. ما دي اللي هتخلق منافسه. انا بقول لك على نقطه جوهريه، حسين الشحات ما يقعدش. تمام، وجهه نظر، واخد بالك. حمدي فتحي ما يقعدش. تمام، بس لما نزل يا كابتن الشوط الثاني ونزل كان عنده حلول وقدر يجيب جول. يعني هو حسين الشحات بنتكلم على الجول الثالث ما يقعدش. يبقى هنا المنافسه بتبدا من هنا يا كابتن. ساعتها ما فيش. لو ربنا ما وفقوش وجاب الجولين دولت بالمهاره الفرديه بتاعته والتحرك عايز اكلمك عن نازل زعلان ان هو ما لعبش، واخد بالك. ايه اللي هيحصل؟ لا بس مش في ماتش زي ده كابتن، اللعيب يبقى في النادي الاهلي. انت محتاج الناس ممكن بس نتكلم عن جول يا كابتن لانه عشان وقتي بس. كده حسين الشحات بيلعب اساسي، بيلعب دلوقتي لان هو في احسن حالاته من وجهه نظري يعني، سواء بقى بيلعب اساسي او ما بينزل. ده من فتره بقى له فتره. بقى له رايك فيها يا كابتن؟ يعني توزيعة اللعيبه وفي نفس الوقت الباص الطولي اللي حصل كان تقريبا اول هام عطيه. اطهر الطاهر هو اللي يشيلها. يعني بعد ما اتعملت الكره من ورا. حبيبك اطهر الطاهر ده؟ لا مش حبيبي، انا بكلمك على ان هي ما تعدكش وانت يعتبر الليبرو بتاع الفرقه كلها. لا بس هو حبيبنا فعلا يا كابتن. طبعا ده انتوا لازم تبعتوا له جواب شكر، مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، اللي خلاك النهارده تفرح وتزقطط وتهيص هو اطهر الطاهر، واخد بالك. لو جاب ضربه الجزاء احنا ما كناش هنقعد القعده دي. ده ابن حلال. طيب ده الباص اهو، ده الباص واخد بالك. فالكره تعدته وبعد كده يترقص الترقيصه دي، طبعا مهاره حسين. خلي بالك حسين الشحات ده جاب 3 4 اجوان بنفس الشكل. صحيح. اللي يخش ويقطم ويعمل ده بقى اللي هو بيقولوا عليه كره الشراب او كره الدوران. طبعا كره الدوران. بس بالله عليك يا فاروق، انت يعني مع احترامي لفرقه الهلال وانا بحترمها جدا، لكن انت لما تتفرج على ديفنس كده ما فيش ولا واحد فيهم ماسك، ده تعتمد ان في ذكاء من لعيبه النادي الاهلي. ما انا بقول لك مع ماتش الاهلي بالتقييمات ابتديها بمحمد الشناوي. اديله كام كابتن رضا النهارده؟ ما اختبرش، اديله 3.
ايوه مختبر، طلع واحده من مقص ولا انفراد. طيب ما كابتن لازم أبو يكون الدهب. الفرقه ما راحتش. كابتن أبو الدهب. ده 3 حلو. 6. 6 كابتن أبو الدهب 6. رحت. طيب محمد هاني. 3. محمد 5. هاني النهارده كان من نجوم اللقاء يا كابتن. ماشي. لا ما عجبنيش النهارده. طيب كابتن أبو الدهب. 5 يا فاروق. ماشي. محمد عبد المنعم. 4. ياخد 7. رامي ربيعه يا كابتن. 4. ياخد 7 يا فاروق. علي معلول. 3. 4. ماشي. سوليه. 2. 3 يا فاروق. عطيه مروان عطيه. 6. 6. يعني من رأيي 7. بيرسي تاو يا كابتن. انا 8. 8 يا فاروق. قفشه. 4. 2. كابتن. كابتن أربعة. معانا؟ 4. 4. انا قلت 4. طيب احمد عبد القادر. 5. 3. كهربا يا كابتن. 7. ياخد 6 عشان هدف يا فاروق. 6. اه. ماشي. يعني فوق النجاح بواحد. ماشي. حمدي فتحي. 2. كابتن. 4. محمد شريف. 2. 2 يا فاروق. حسين الشحات. 10. 10 من 10. كابتن. طبعا اه انا متفق معاك. طب قول لي 10 انا بقول لك متفق معاك. 10. خالد عبد الفتاح. 2. 2 يا فاروق. ديانج. 2. 2 برضه. كولر. ماليش دعوه. كابتن هو ده. لا الشوط الثاني ياخد. الراجل عمل تغييرات. لا الشوط الثاني بعد تغييرات ياخد 10 10. جمهور الاهلي تديله كام؟ لا يا راجل تديله 100%. طبعا. لان انت لو قلت 100,000 يروحوا الاستاد كانوا راحوا الاستاد مش 50. طيب عشان بس وامبارح كان في ماتش مهم لنادي الزمالك، وطبعا هي مباراه حصل فيها رومنتادا يمكن بدون يعني ما كانش ليها فايده، لكن رومنتادا كانت مهمه ان هو نادي الزمالك يفوز. واكيد طبعا كان جمهور نادي الزمالك منتظر حتى على الاقل مباراه فوز فيها بالنسبه لنادي الزمالك. يعني يهدي الاوضاع شويه. بس انا ليا تعليق يعني مع كل الاحترام، الكابتن احمد عبد المقصود شيكابالا نازل، انت بتديله تعليمات ليه؟ يعني شيكابالا امال انت عايز يعني مدير فني موجود يا كابتن ما يقولش تعليماته؟ لا هيقول تعليمات ايه؟ امال بس كان اصلا بيجي له التليفون وغير وطلع ونزل دي وكلام. معلومه عندك؟ جاي بقى تتكلم مع شيكابالا نجم النجوم والاسطوره. كابتن لعيب ومدرب. بس ده وضع يا كابتن تحط فيه احمد لعيب مقصود ومدرب. يعني انا انت يعني اي مدير فني موجود. طب يحطه كمان ناحيه الليفت، هاف ليفت. شفت بقى اللي هو قال له هو شايف وجهه نظره ان شيكابالا شيكابالا بيدافع ويهاجم. طب هو كان بيلاعب سيف جعفر في الحته دي، ما تطلع واحد من زيزو ولا مصطفى شلبي يا سخاف. فهو طلع مصطفى شلبي بعد كده. طب وبعد كده تمام. الفوز ده من وجهه نظرك كابتن رضا يفرق مع الفريق عنده مباراه لا هو فوز معنوي بس الاسبوع ده ان شاء الله ويهدي الاوضاع في نادي الزمالك بس. كابتن ابو الدهب يعني هو فوز حفظ مال واجه نادي الزمالك، لكن انا شاهد التالق ناصر منسي النهارده اول مباراه يلعبها رسميه او بدايه كويسه جدا. ناصر منسي بيحرز هدف او 3 اهداف يبقى هاتريك في اللقاء يا فاروق، لكن هو فوز معنوي هيعيد اوضاع الصحيحه بعد كده لنادي الزمالك في الفتره الجايه. طيب خلينا معاكم برضو لو تابعت يا كابتن الماتش ندي تقييمات بس لعيبه نادي الزمالك سريعا. ماتش امبارح محمد صبحي يا كابتن. انا هو فين الورق بتاع محمد صبحي؟ تعالى يا عم. محمد صبحي ياخد 3 لان في بالذات الجون الثاني اللي هو صدت من ايده ورجعت، مش عارف الثاني ولا الثالث، الجون اللي هو صدها ورجعت وحطها. ده كان اللي جت للولد حطها بدماغه، اللعيب حطها بدماغه تقريبا الثاني. ما اعرفش الثاني ولا الثالث يعني لا انت جون منتخب مصر المفروض ان الكلام دوت، فانا اديك 3. كابتن ابو الدهب 4. طيب سيد نيمار يا كابتن. 5. ياخد 6 يا فاروق. ماشي. لونش 6. ياخد 4. ده مطلع واحده امبارح. طب حسام عبد المجيد اخطاء كتير. حسام عبد المجيد حاجه ما شاء الله يعني. رايك في المستوى اختلف بالنسبه له يا كابتن وجهه نظرك سريعا كده حسام؟ هو اصلا مشكلته ان هو حاطط راسه براس الونش. عايز اقول ان انا ونش جديد، ما ينفعش، انت لسه ما عملتش حاجه. انت يعني بتعمل كوارث لازم تعالجها الاول. العب على قدك وعلى قد مستواك. المركز ده عايز هيلا هوب. طيب تديله كام؟ انك انت مش لاعب كوره، اديله 0 كابتن. 2. طيب عبد الله جمعه. انا امبارح هياخد 4. 3 يا فاروق. روقه يا كابتن. 2. 3. زيزو سوري سيف فاروق. 5. 5. 4. ماشي. زيزو يا كابتن. 3. بالحاج كان عامل مباراه متألقة. كام يا كابتن؟ 7. 7 بالحاج. قال لك امبارح زيزو كان عامل مباراه كويسه. خلاص راح يا حبيبي انا لا، انا علقت، انا ما اتكلمتش. انا مالي في البص لي ليه؟ بالحاج يا كابتن. الحاج ياخد 7 كان كويس امبارح جدا. هو عامل الجون الاولاني والثاني. كابتن. 6. ماشي. مصطفى شلبي 7. لا 7 ده كان كويس امبارح. طيب ناصر منسي هاتريك 10. 10. 10 من 10 برضه. ماشي. شيكابالا كابتن لما نزل
والله عمل حركه وحسسنا ان في فنيات، اديله 6. تمام. 5. يوسف اسامه يا كابتن. 4. كابتن. 3. كان هيجيب جون على يوسف اسامه. عبد الله محمد. والله هايل، عامل الجون، هو اللي عامل الجون. اديله 5. ياخد 5 برو. 5. ماشي. عمر جابر يا كابتن. 0. قول لي طيب انت يا كابتن. 3. 3 ماشي. طيب احمد عبد المقصود. لا تعليق. تمام. ها؟ مين؟ احمد عبد المقصود مدرب الفريق. ربنا يوفقه الفتره اللي جايه. جمهور الزمالك امبارح يا كابتن. كان في جمهور. جمهور الزمالك اللي كان زعلان وابتدى يعمل اسلوب جديد في التشجيع عشان يعبر عن زعله. لا وكان في كده ايموجي كده معين ان هو زعلانين. طب ما يزعلوا، ما انتوا السبب في اللي حصل لنادي الزمالك، لان انتوا كنتوا بتساندوا راجل كان مخرف، راجل هو اللي خلى الوضع اللي في نادي الزمالك دلوقتي هو فيه. تمام. فانت جاي دلوقتي ما تلومش الا نفسك، شويه اللي كانوا بيروحوا ويرفعوا صور دول هم اللي يشيلوا الليله. تمام. طيب كابتن بشكركم، ببارك النادي الاهلي وجمهوره. طبعا. The city, incorporated as a special administrative area under the Bangkok Metropolitan Administration in 1972, grew rapidly during the 1960s through the 1980s and now exerts a significant impact on Thailand's politics, economy, education, media and modern society. Bangkok. This famous capital city in Thailand ranks as the top visited city in the world. Bangkok welcomed 22 million visitors in 2021. Imagine 22 million people flocking to one city. Crazy. This is the 5th time Bangkok has ranked at the #1 spot. Tourism abruptly stopped in March 2020 when no travelers were allowed until August 2020 due to the raging COVID-19 pandemic. After that, tourists were only allowed to enter Thailand under exceptional and stringent conditions. During the first quarter of 2022, tourism has astronomically increased from 2020 and 2021. As Thailand recently eased its travel restrictions, they aim to welcome up to 15 million international travelers this year. This is a significantly lower amount than pre-pandemic. Bangkok offers a variety of sceneries, from the majestic coastline and concrete skyscrapers to golden-wrapped temples. You will find yourself surrounded by bustling tuk-tuks and taxis, and overwhelmed by the appealing smell of the fantastic street food Bangkok has to offer. Attractions not to be missed. Visited the majorly historical attraction, the Grand Palace. Some of the most beautiful temples include Wat Arun, the Temple of the Golden Buddha, and Wat Sutat. Shop by boat at the dam and Sajuak Floating Market. The best street market food can be found on Khao San Road. Don't miss this explosive flavor of tasty street food. Bangkok traces its roots to a small trading post during the Ayutthaya Kingdom in the 15th century, which eventually grew and became the site of 2 capital cities, Thonburi in 1768 and Ratanakosin in 1782. Revved up at all hours, Bangkok remains one of the most intense places on earth. There are cities and then there is Bangkok. Temples like Wat Pho are thronged with devotees all day. Street food sizzles all evening.